فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنه، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليه، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا قدما تمشي إلى خدمته. وبعد، فهذا المجلس الرمضاني الثاني في مجالس الحديث النبوي الشريف، وقد مر بنا في رمضان السابق من سنة 26 و400 والف المجلس الحديثي الأول الذي عقد في هذا المسجد، وقد قدمنا في حينه أن ذلك المسجد هو الأول من بضع مئات من السنين في محافظة ديالى. واليوم إن شاء الله تعالى هذا هو المجلس الرمضاني الثاني، وقد انتخبنا فيه كتاب الأدب المفرد للإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. ولما كان كتاب الصحيح كتابا واسعا كبيرا عظيما لا يمكن قراءته في مجالس متعددة قريبة، لذلك ارتأينا أن ننتخب كتابا من كتب الإمام البخاري وهو كتاب الأدب. فنقول أولا: ما هو الأدب؟ وقد تحصل من ذلك أقوال كثيرة، منها ما ذكره الحافظ في الفتح فقال: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقال بعضهم: هو الأخذ بمكارم الأخلاق. وقال بعضهم: هو الوقوف مع المستحسنات. وقال بعضهم: هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. وعلم الأدب علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. وقال: والأدب 3 أنواع: أدب مع الله، أدب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأدب مع خلق الله. فالأدب مع الله تبارك وتعالى هو أن يعامله جل وعلا بأحسن المعاملات، ولا يلتفت إلى غيره. ولذلك قال بعضهم: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بالأدب في طاعته إلى الله تعالى مباشرة. وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات. وقيل: أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلانية. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. يعني لا يعرف أن يتحدث مع الملوك والأمراء، فلسانه يكون سببا في قتله وهلاكه. وقال رحمه الله: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدولة. باعتبار أن الأدب يقدم أصحابه، فكلما علا أدبه وخلقه ارتفعت منزلته عند الناس.
ومنه قول يحيى بن معاذ رحمه الله: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الأدب. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن بعض الناس من إذا تعلم شيئا أورثه ذلك كبرا وتعاليا واحتقارا للخلق، فكان داعية العلم أن يرده إلى الأدب والتواضع. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في صفة العلماء أنهم متواضعون لله تبارك وتعالى، يخشون الله جل وعلا. ومنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. هذا هو حقيقة الأدب المرجو مع الله جل وعلا. وسئل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليه. وقال أبو نصر السراد: الناس في الأدب على 3 طبقات: أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأشعار العرب ونحو ذلك. هذا من أوطى مراتب الأدب، إيش؟ أن يكون حافظا للفوائد والطرائف والبلاغة والفصاحة والبيان ومحاسن الكلام. وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس، تهذيب النفوس وتأديبها حتى تنقاد وتذعن لأمر الله تبارك وتعالى، وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. وأما أهل الخصوصية يعني أهل الإحسان مع الله تبارك وتعالى فأكبر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار، أي أسرار الشريعة وما فيها من الحكم البالغة، والوفاء بالعهود وحفظ الوقت المبذول الآن عن المسلسلات والبرامج والأفلام، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر، وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور، أوقات التجلي، أوقات القرب الإلهي ومقامات القرب. وقال سهل رحمه الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. وقال ابن المبارك: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. يعرف أن النفس أمارة بالسوء ومقصرة، والألسن منطلقة، والعيون قد فك قيدها، فماذا يحتاج؟ يحتاج أن يعرف ما في هذه الجوارح من الآفات فيقيدها فينجو بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام بليغ عظيم عجيب، قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فهذه مقدمة يسيرة في معنى الأدب انتخبناه من كلام الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، ومن كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. نعود مرة أخرى إلى كتاب الأدب المفرد، فنقول كتاب الأدب المفرد كتاب لطيف
جدا، اشتمل على أحاديث لا توجد في صحيح البخاري أصلا، فهي من زوائده على الصحيح، وضمنه آثار عن بعض الصحابة كذلك وهي لا توجد في الجامع الصحيح. وهنا كتاب الأدب يحتوي على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، بخلاف من البخاري كله صحيح، لكن هنا الإمام لم يتقيد بالصحة، وإنما أراد أن يجمع أحسن ما وقف عليه في كل باب من الأبواب. ومن محاسن الأبواب ومحاسن الآداب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل الباب الأول بعد البسملة قال: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وذكر الحافظ في الفتح قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فإذا أول الآداب الأدب مع الوالدين، وهو حري بالتقوى، ذلك أن الآداب هنا قد وضع مقدماتها في الآداب مع الخلق، وجعل رأس الآداب مع الوالدين. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قد جمع فتوسع في أحاديث بر الوالدين وصلة الوالدين وتحريم عقوقهما وقطعهما. قال رحمه الله، ونقرأ السند الأول لأجل الاتصال. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد الله. من عبد الله هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ، وفي رواية خارج الأدب هنا قال وأشار، فأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال معناها مراتب متفاوتة، منازل، درجات، فبعضها يعلو وبعضها ينزل، وبعضها يعلو في حين يكون فاضلا في وقت ومفضول بوقت ثاني. فأنت لما تسمع أحاديث فضائل الأعمال ينبغي أن تنزلها على الأوقات والأشخاص، لوقت فضيلة ولشخص في حق فضيلة قد ما تكون في حقك فضيلة. وسيد قال: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. ذكرنا أن الإمام البخاري ساق الحديث لأجل باب بر الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فإذا ذكر الصلاة، وقال: قلت: ثم أي؟ قال يعني رسول الله: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث، كلما أقول له ثم أي النبي عليه الصلاة والسلام يزودني وحدة ثانية، ثم يأتي بفضيلة ثالثة. قال: ولو استزدته لزادني. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يطلب الزيادة عقب الثالثة. فهنا ذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي فضل الصلاة، أي العمل أفضل؟ والمقصود هنا الصلاة
أي صلاة منه؟ الصلاة المفروضة، فهي التي تقدم على غيرها. كما نقول الآن لا يحل لمسلم أن يصوم الآن إلا ليش؟ لأنه لا يسع غيره. فرضه إيش الآن؟ رمضان. ما يصير والله يقول أنا عندي أصوم 2 وخميس أو أصوم الأيام البيض أو إلى آخره، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن أحب الأعمال الآن في الوقت هو إيش؟ هي فريضة الصيام. وأحب الأعمال إذا دخل الوقت إيش؟ الصلاة. فقال أي الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها. ووقع في رواية أخرى قال الصلاة في أول وقتها. أول وقت هذا فضيلة مطلقة، والمقصود إذا حضرت الجماعة. وأما إذا كان في حضور الجماعة تأخر عن الوقت فينتظر حضور الجماعة، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فكلما زاد العدد كلما كان فضيلة الجماعة. فهنا كما يقول الحافظ رحمه الله، يقول اعلم أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين. تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام يجون يسألوه، فيأتي رجل يقول يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب. مو كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب يا أبو عمنا. ليش؟ هذا الإنسان كأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه فرأى في وجهه الغضب والشدة، فماذا قال له يا أبو مصطفى؟ قال لا تغضب. ويأتي آخر قال ابكي على خطيئتك، ابكي على وليسعك بيتك. فما زالت وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الأشخاص. فإذا اختلاف الأشخاص مؤثر، اختلاف الأحوال مؤثر، اختلاف الأزمان مؤثر، اختلاف الأمكنة كذلك مؤثر. قال بأن علم أو بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة. واحد يجي يشتري النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه ببيت عمره، يقول انت حراس اليتيم. نعم، يقول انت حراس اليتيم. قال ايه؟ هذا ليس في حق كل واحد، وإنما في حق من كان في قلبه قسوة تجاه الضعفاء والمساكين يؤمر بمثل هذا الفعل. قال أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. قال فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال. ليش؟ لأنه الوسيلة إلى العبادات، كان يمنعون من العبادات فشرع الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله تبارك وتعالى. فكان في أوله هو ايش؟ في اول الاسلام اشرف العبادات واعظم العبادات. فلما وسع الله على الامه وفتح عليها صار فرض كفايه، نزل الى ايش؟ فرض كفايه، ويكون بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله في بعض الاوقات وفي حق بعض الاشخاص كما ياتي. مثلا لدينا نصوص كثيره في فضل الصلاه، فضل الصلاة وعن النافلة ليست الفريضة، لكن في وقت الحاجة إلى الصدقات ايش يقدم؟ تقدم الصدقات والصلوات. الصدقة على اليتيم تقدم للصلاة. النافلة ايش؟ الصدقة الصدقة تقدم. فإذا الراعي النبي عليه الصلاة والسلام بالناس أبو صريح، فراعي النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أحوالنا، اختلاف حال الدين من حيث القوة والضعف، اختلاف الأوقات، اختلاف الأمان. نعم. فإذا
هذه الفضائل ينظر فيها بحسب قرائن تحيط بها، لا يقال بالإطلاق كما قد يعني تتوهم ذلك أولا. نعم. قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن. وهنا فائدة لطيفة أن الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثني بهن، بمعنى إيه؟ أنه لم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة السماع، إنما يسمع مباشرة. قال ولو استزدته لزادني. ولعل في هذا من الأدب أن السائل لا يثقل على المسؤول، أن السائل، وهذا من كمال فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بخلاف هذا الأعرابي اللي يجي فقال إني سائلك فمشدد عليك. اختلف الفقه. ابن مسعود حبر من أحبار الأمة وعالم من علمائها ومقدميها، ورأس من رؤوس حفظ القرآن، حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام 70 سورة. قال ولو استزدته لزادني. لكن هذا الأعرابي البدوي لما يجي يسأل قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه، يعني فلا تغضب منه، أو لا يكن في صدرك علي شيء. نعم. وبه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الحديث هنا أورده الإمام البخاري موقوفا. إيش هو معنى موقوف؟ نعم، يعني من كلام الصحابي، وقد صح الحديث موقوفا ومرفوعا أيضا من طرق أخرى. فهنا يقول يعني قول النبي أو قول ابن عمر ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام بالرواية الأخرى رضا الرب في رضا الوالد. الشراح يقولون وكذا حكم الوالدة، وسيأتي بيان أن حق الوالدة مقدم على حق الوالد في أحاديث كثيرة، بل هو أولى. وروى الطبراني رحمه الله تعالى الحديث بلفظ رضا الرب في رضا الوالدين، في رضا الوالدين. الإمام البخاري ذكر في رضا من؟ الوالد فقط. نعم. وسخطه في سخطهما. والسخط عكس الرضا، عكس الرضا. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم، فمن أطاعه فقد أطاع، ومن أغضبه فقد أغضب الله تبارك وتعالى. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة. العقوق للوالدين، العقوق للوالد، العقوق للوالدة هو كبيرة، كما ذكره الإمام الباقر رحمه الله في شرحه على جامع الترمذي. باب بر الأم. قال حدثنا أبو عاصم عن بيز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ يعني من هو حق الناس بالبر، بالصلة، بالصحبة، بالإحسان، بالمعروف، بالمودة؟ قال أمك، وفي رواية صحيحة أمك. أمك هنا قوله أمك يعني بر أمك، فعل أمر، وأمك يكون مفعول به. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. واضح الحديث ولا؟ 3 مرات يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم حق الأم، وفي الرابعة الأب ثم الأقرب فالأقرب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني
ما قبلت الزواج، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أحبت أن تتزوجه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ السائل يسأل عن الجاهلية، ما يسأل عن الإسلام، لأن الإسلام بالقتل إيش؟ بحدود، لكن هذا كأنه يسأل عن حال من أحوال الجاهلية. فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت، هذا الذاهب هو عطاء بن يسار أحد تلاميذ ابن عباس، فقلت لما سألته عن حياة أمك؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالد. نرجع إلى شرح الحديث السابق، وهذا أيضا يتعلق بالحديث الخامس، نقرأ أيضا حتى تتكامل. قال باب بر الأم، باب بر الأم، هذا الأول. الثاني بر الأب. وبالأول أول شيء ذكرنا إيش؟ ووصينا الإنسان بوالديه، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين قرين التوحيد، فاللي يدعي التوحيد يدعي السنة لا بد أن يكون بارا بأبوه. ثم باب بر الأم. الباب الثالث بر الأب. الإمام البخاري فقيه عزيز يرتبها عسره، يرتبها على نازل على الاستحقاقات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة أحد التابعين عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وبه عن أبي هريرة قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال الثالثة بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. نعم. نرجع إلى الحكمة في الترتيب. قال العلماء كما يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. فهذه 10 وجوه كانت سببا لتقديم الأمهات على الآباء. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل هو قول الجمهور، يعني أكثر العلماء على أن الأم هي التي يقدم حقها. وقال بعضهم هما في البر سواء. والصواب الأول. شنو الأول؟ تقديم الأم على الأب. قال القاضي يعني عياض وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. قال وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. قال أصحابنا يعني الشافعية، هذا كلام النووي، يستحب أن تقدم في البر، انتبه حتى تعرف شلون تبر الناس، يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الأخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما.
ايش يعني الذي أدلى بأبوين؟ يعني أخوك من أمك وأبوك أحق بالتقديم على أخيك من أبيك ثم على أخيك من واضح له بإشكال. قال ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما ثم بذي الرحم غير المحرم غير المحرم كابن العم وبنته بنت العم وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم ثم المصارى وهكذا. قال ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار. القريب البعيد الدار يقدم عليه من قال ثم الأقرب فالأقرب. وفي الحديث الآخر قال ثم أدناك فأدناك. قال وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي. والحق الزوج والزوجة للمحارم والله تعالى أعلم. قال كلام النووي في بيان خلاف الناس وكيف يقدم والله المستعان من طبيعة الأرحام. قال باب بر والديه وإن ظلما. واحد يقول أبوي عصبي وما ينحمل وأمي ما راح يزرقوت أمامها فكيف يتعامل معهما؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من مسلم له والدان مسلمان. وقد ذكر هنا الإسلام لعظمته وحرمته وأن بر الأبوين المسلمين يكون أعظم من بر الوالدين المشركين أي غير المسلمين. قال يصبح إليهما محتسبا. يصبح من الصباح أي إذا استيقظ صباحا ذهب إليهما إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد. يعني إن كان عند أبوين كلاهما أحياء فإيش يفتح له كم بابان من أبواب الجنة. وإذا كان أحد أبوين حي فإيش باب واحد. وإن غضب أحدهما أو قال وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. من يرضى؟ الأم. نعم. وقد قدمنا قلنا رضا الله أو رضا الرب في رضا الوالد وسخطه في سخطهما. وهذا أيضا الحديث له شاهد هنا. يعني المحقق يقول إسناد ضعيف لكني رأيت له شاهدا في شعب الإيمان للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 206 رقم 7916 أيضا من طريق ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا في والديه أصبح له بابان مفتوحان في الجنة وإن كان واحدا فواحدا. ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا. قال الرجل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. هنا في هذه الرواية قال وإن ظلماه قال وإن ظلماه، لكن في رواية البيهقي قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه حتى يرضى. يعني وإن ظلمك أبويك فإن المنة فلهما المنة عليه. قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه الأمر متعلق بالرضا. الأمر متعلق بالرضا وهذا ما يتعلق بحقوقهما. أما ما يتعلق بحق التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى سوى النوافل فلا يقدم الوالدين. إذا كانت عبادات فرائض من يقدم؟
الفرائض الشرعية، وإذا كان الأمر يتعلق بالتوحيد يقدم التوحيد على الوالد. أما النوافل بقيام الليل أو الانشغال بالصلوات أو صيام النفل فيضعف عن خدمتهما وبرهما والعناية بهما، فيتعين عليه الفطر ويجب عليه الفطر، ولو صام فقد أثم إذا خل بحقوق الوالدين عليه، والله المستعان. باب لين الكلام لوالديه. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مسراق قال حدثني فيسلة بن مياه قال كنت مع النجدات النجدات هؤلاء أصحاب نجد بن عامر الخارجي، هذول رؤوس الخوارج الأولى الذين استباحوا دماء المسلمين وكفروهم، فليس التكفير وليد اليوم، وإنما له جذور ووصول وعروق بعيدة جدا. فهذا رجل من الخوارج، والخوارج يقولون أن الكبيرة لا يكفرها شيء، فكانوا يرون الذنوب كبائر. الذنوب عندهم ايش؟ كل الذنوب كبائر، ماكو صغائر وكبائر، وقد يؤدي به اتيان الكبيرة الى ايش؟ الى الخلود في النار. فقال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، فلم يسمها هنا. فقال ابن عمر ليست هذه من الكبائر، هن 9، وليس المقصود هنا الحصر، ولكن هنا ذكر 9، وفي موطن آخر ذكر 7، وفي موطن ذكر 3، وذكر 7 غير 7 المذكورة في هذا الحديث. قال ليست هذه من الكبائر، هن 9 الإشراك بالله، وهذا من المعلوم بالدين يعني ضرورة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الشرك بالله. قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو قد خلق. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، بل القرآن إنما أنزل لتقرير التوحيد وضده، توحيد إفراد العبودية لله عز وجل، والضد شنو؟ الشرك، وضده الشرك. نعم. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل نسمة معناه ايه؟ قتل النفس، قتل النفس، فتسمى نسمة. ويقال البلاد 27 مليون نسمة. والفرار من الزحف، وهذا مقيد بشرطه أن يكون أن يفر من 3. إذا فر من 3 فهذا ليس فرارا، إنما إذا فر من 2 فهذا إيه؟ هذا فرار. يعني إذا كانت قوة العدو ضعف قوة المسلمين لا يحل لهم أن يفروا، فإن كانت 3 أضعاف إيش؟ زاد ذلك. قال الآن قال علم أن فيكم ضعفا، علم الله أن فيكم ضعفا، فكان من علم الله أن فينا الضعف خفف علينا. فبالبداية كانوا الواحد يصبر أمام كم؟ أمام 10، واللي يقبال 1000.
لا يحل لهم أن يسروا. ثم خفف الله على الأمة لما رأى فيها السعر، والله لطيف خبير، فجعل الأمر الواحد أمام الاثنين عزيمة ليس له الفرار، فإذا زاد عن ذلك جاز له وليس واجبا، ليس واجبا، ولو صبر وصمت كان خيرا. وقذف المحصن العفيف الحرة الشريف، والقذف معناه اتهامها بالزنا. والله عز وجل قد بين أحكاما مفصلة في سورة الأحزاب وفي سورة النور وفي غيرها من القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فيهم قبلها قال لعنوا في الحياة. نعم. وأكل الربا، وهذا بلية قد طمت البلاد والعباد والله المستعان، فأصبح أخذ القروض الربوية وبناء البيوت من أموال الربا، شراء السيارات من أموال الربا ونحو ذلك أمر قد عم خطره واستطار شرره، فإلى الله المشتكى من قلة الأديان وضعف الثقة والتوكل على الله عز وجل. فقد ورد في الربا مثل لطيف ذكره الله تبارك وتعالى، فقال: مثل الذين اليوم الذين يأكلون الربا بعد يأكلون الربا لا يقومون إلا كما شيطان، ذلك بأنهم قالوا شكوا بها نحن قابل باقين من العالم، هي ماخذيها من الدولة، ما يفرق إذا تأخذها من الدولة عبد الله وإذا تأخذها من الدولة، إيش الفرق هي ربا يعني ما تفرق. بل بالعكس لما يكون الأمر متعلقا بالدولة تكون الجناية أعظم، تكون الجناية أعظم. نعم. قال: وأكل مال اليتيم، مال اليتيم الضعيف المسكين من مات أبواه أو أحدهما، يكون مستضعف، يكون ضعيف الجانب، فإيش يتسلطون على أمواله بالباطل فيأكلونه. وقد بينت سورة النساء طرفا من أكل أموال اليتامى، فقال: إنه كان حوبا إثما عظيما. قال: وإلحاد في المسجد، والإلحاد في المسجد كما قال الحافظ ابن حجر هو الاستحلال للمسجد الحرام ويكفي الحرمات فيه، يعني لا يعظم شيء من المسجد الحرام فيقتل ويسفك ويسرق ونحو ذلك. قال: والذي يستكثر من السخرية. وقد بينت آيات الكتاب في سورة الحجرات سورة الآداب مسائل السخرية، فقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى. السخرية والاستهزاء والتنقص واللمز والهمز والعيب كل ذلك من الكبائر، وقد توعد الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: ويل لكل همزة جماعة. الهمز واللمز يعني ما كان باللسان وما كان بالجوارح، بالإشارات، سوء الإسلام ونحو ذلك. قال: وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر: أتفرق النار؟ خاف انت من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي.
قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ما يحتاج شرع، لأن الكلام هو يفيع عليها ويهوس ويؤذيها ويزعجها كأنه مظاهرة بالشوارع، يعيش فلان ويسقط فلان. قال ألنت لها الكلام، حتى الكلام اللي ما يعجبك تجيب بالتي هي أحسن، تترفق بهما، تترفق بهما، تحسن إليهما، تغض صوتك عندهما. وفي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة فسدت باب الغار فتذاكروا الأعمال الصالحة، فأحدهم قال يا رب إني كان لي والدين وكنت لا أغبق قبلهما، يعني ما أشرب لبن ما تغير قبلهم بين قوسين، يعني التعبير من العراقي، لا أطعم لا أكل قبلهما وكنت لا أغبق قبلهما. قال فذهبت أحتطب. هو حتى أولادهم زوجته. إيه هو اعتيادي ولا مال، هو زوجته. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. جزاك الله خير. نعم. يقول فذهبت أحتطب فبعد لي المسير فتأخرت فرجعت فوجدتهما قد ناما والصغار يتضاغون، الأطفال جالة يبكون يريدون يتعشون. قال فما سقيتهم حتى استيقظ أبوي، يا رب إن كان هذا خالصا لوجهك ففرج عنها، فانفرجت الصخرة. قال وأطعمتهما الطعام من الطعام الواجب والمستحب، مما يحبان من الطعام. أنا تعرف الكبير يقوم يتسهى أيدها ويجيب سيكون لطيفا فيما ما وسع الله عليه فليوسع على والديه. قال لتدخلن الجنة ما اجتنبت أو ما اجتنبت الكبائر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه. اللي يريدوه ويحبوه انت ايش؟ ما دام ليس في معصية لله جل وعلا فأنت كن رفيقا بهما لينا سهلا، كن محبا لما يحب أبويه. باب جزاء الوالدين، يعني هل يستطيع أحد أن يؤدي شكر والديه؟ هذا لا يوجد. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هاي حاله. يقول يلقى أبو عبد يسوي يروح يبيع بيته ويبيع سيارته ويبيع أغراضه حتى يشتري أبوه، وهو يعتق عليه في الحال بغير عتق، لأنه لا يملك أحد والديه. أنت ومالك يا وسام المن يا عمر، أنت ومالك يا ممدوح، يا مصطفى، أنت ومالك خلاص. تلقى أبوك عبد وتشتريه فقط. في تلك الحالة تكون قد وفيته الذي لا تتصدق عنه، فتروح تحد 70 نوبة بكانه ما وفيت حق، تعتمر عنه ما وفيت حق، تبني مسجد لله عز وجل
وتجعله صدقة عن أبيك ما وصيته حقه. تجيب مي بارد في وقت شدة الحر وتسبله على المسلمين ما وصيته حقه. تأتي بكتب العلم وتوقفها على طلبة العلم ما وصيتهما حقهما، فحقهما عظيم قرين التوحيد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر. أبو بردة هذا ابن أبي موسى الأشعري، أنه شهد ابن عمر ورجل يطوف بالبيت. يا بيت هذا اللي يطوف فيه بيت الحرام، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. والزفرة الواحدة هنا هو ايه؟ ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. يقصد بها تكفر الصغائر، تكفر صغائر الذنوب التي وقعت بين يدي هاتين الركعتين. أما بر الوالدين فهذا ما يلحق، لا تلحق ركعات ولا تلحق صدقات ونحو ذلك من أبواب الخيرات. ومنه أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان بن الحكم، وكان يكون بجد حليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. منه من عندنا قال لهم موضوع، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل فنعم كذلك، ثم إذا أراد أن يدخل فنعى مثله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سالم عن أبي عن ابن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان. هذا جاي يسوي يبايع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا من جزاء الوالدين، أن من فعل أمرا يؤذيهما يزعجهما يبكيهما كان واجبا عليه أن يتربى والديه ويقبل أيديهما وأرجلهما حتى يرضى. وهذا من الآداب المفقودة وقد رأيته في الشام كثيرا، وهو أدب مهجور. لا الآباء يعلمون الأبناء ولا الأبناء يأتسون بما يرون، وهو يقبل أحدنا يد أبويه. وقد رأيت أهل الشام في سوريا وفي الأردن وهم كبار يقبلون أيدي الأبوين، إذا جاء سلم قبل يد أبيه أو يد أمه ثم يجلس. وهذا أدب ينبغي أن تعلموا أبنائكم سلمكم الله عليه، وهذا أدب عظيم حتى يعلم البر ويعلم الصلة ويعلم الإحسان الذي قدمته له. نعم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفداء قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب، أم هانئ هذه أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته
عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. وفي نسخة ثانية السلام عليكم، تقديم السلام على عليك السلام. تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. وهذا يعني كما يقول شيخ شيوخنا العلامة الألباني رحمه الله هو حسن الإسناد. نعم. باب حقوق الوالدين. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله ألا أنبئكم أو قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وقد تقدم، وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، ليته سكت. وهذا الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ. هنا قول الصحابة أو قول الراوي وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال حتى قلت ليته سكت. هل يحق لأحد أن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ليته سكت؟ نعم. نعم. نعم، لأنه رأى حدة النبي وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانفعاله وشدة. يعني المقصود هنا التنبيه على عظم هذا الأمر. يقول وقول الزور، ألا وقول الزور. في مواطن أخرى قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما يزال يكرره حتى قلنا ليته. هاي قول الزور وشهادة الزور أيضا بلية قد صار شررها في البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اذهب للمحكمة إلى محكمة الجنايات فترى كم من شهادة زور آثمة يؤخذ بها الأبرياء المساكين، يحلفون بالله وبكلامه وبصفاته على خلق الله، يفترون عليهم افتراء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم المقال لما كان متكئ فايش قال لا وقول الزور. فالصحابي هنا أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غضبه وشدة غيظه عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل المنكر. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة. معاوية من؟ ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والمغيرة من؟ ابن شعبة رضي الله تعالى. قال اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية يطلب من المغيرة الكتاب. قال وراد فأملى عليه وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الحديث أيضا هو جزء من حديث طويل منه إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال ونحن. باب لعن من لعن والديه. وبه نختم الكلام. قال البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي. من علي هذا؟ قال علي أمير المؤمنين
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع الراشدين ورابع العشرة المبشرة، وأحد كبار فقهاء الصحابة. قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ أكو دين خاص لآل البيت مضموم عن الناس كما يزعم البعض؟ هل يوجد دين مكتوم بالإسلام؟ ما عندنا دين مكتوم بالإسلام. لا يهلك الدين حتى يكون سرا يا يعرف. الدين ايش وقت يخرب؟ من يكون أوكار واجتماعات سرية وسد الباب ولا حد يسمعكم، هذا مو دين. كن على يقين أن هذا الدين علاني، الدين علاني للناس كافة. قال: وما أرسلناك إلا كافة. اللي يرسل للناس كافة ما في سري يضم، يعني يخص بي أبو مصطفى، لو يخص بي أبو أمجد، لا يقول لأبو عبيدة بشيء وما يقول للناس وما إذن أن يخبره أحدا من الناس. هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه الدين علاني، لا يوجد شيء يخفى من الدين. نعم الدين فيه تجرد لكن إصرار ما فيه. قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. يعني أهل البيت ليس عندهم قرآن خاص، ولا عندهم سنة خاصة، ولا عندهم معتقد خاص، وإنما عقدهم وقرآنهم وسنتهم هي ما عليها عامة المسلمين، ما عليها عامة المسلمين. وإنما خص الآل بالذكر لوجه القرابة وتعظيم الحق، فهم لهم حقان: حق القرابة وحق السلطان. قال: إلا ما في قراب سيفي، إلا ما في قراب سيفي. القراب تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ معروف؟ طيب. قال: ثم أخرج ورقة رقعة فإذا فيها مكتوب. هذا علم مخصوص سمع علي رضي الله عنه وبلغ للأمة. مو 19 الدين مضموم، لا، 10 الدين علانية. لا يوجد متاقات في الدين إلا التقية الشرعية، إلا أن تتقوا منهم تقات، وهو دفع ضرر معلوم. قال: فإذا فيها مكتوب. قال: ثم أخرج صحيفة ورقة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا منه؟ هذا علي رضي الله عنه. لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله، أي شيء من ملك أو نبي أو صالح أو شجر أو حجر أو مقام أو صخرة أو قبة أو نحو ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله. أبوك الله يرحمه جوامع الكلم. قال: إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لما يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذه تشمل كل ما ذكرنا وزيادة. لعن الله من سرق منار الأرض. منار الأرض، المنار والعلامة، هاي مكانات يستدل. القطعة مالتي فأخلي العوام يسموها ساية، فيخلي حجارات حتى يتميز إنه هاي القطعة مالتي تتميز عن قطعة أستاذ يحيى مثلا، أو هاي الأرض مالتي زرعي تتميز عن زاري، فيسقال. قال: لعن الله من سرق منار الأرض. في رواية أخرى غير الأدب: لعن الله من غير منار الأرض. هي مو تجي تسوي من حرص على يعني حريص أن يطوق الله 7 أراضين في النار، يسوي يتعدى على جارة متر، كأنه هذا المتر راح يستلموه أمريكا طابو، لو راح يستلموه روسيا طابو، لو راح يستلموه أفريقيا طابو. متر راح يسوي لك
هذا شبر، قال من غصب شبرا طوقه الله 7 أراضين. وين؟ آية بالعافية على هذا الذي يغير منار الأرض، يسرق منار الأرض. قال الشاهد لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا يعني من ابتدع بدعة في الدين فهو يؤويه في بيته ويغطي عليه وهو لا يتوب من هذه البدعة. هذا ايش؟ هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا. نرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شاهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب لعن الله من لعن والديه. هنا كيف يلعن الرجل أو تلعن المرأة والديه؟ كيف يتم ذلك؟ بطريقين. الطريقة الأولى هو اللعن المباشر، وهو السب والإيذاء، والله عز وجل قد حرم دون الإيذاء في أدنى مراتبه، فقال ولا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبدل أن يدعو لهما إيش؟ يسبهما ويلعنهما ونحو ذلك. والطريقة الثانية أن يسب الناس، الله يلعن أبوك ويلعن أمك ويلعن والديك ونحو ذلك، فإيش؟ فيرد عليه الآخر مقالته، فيكون قد لعن والديه بالتسبب. ايش؟ بسبب مقالته، انه سب الاخر فرجع الاخر عليه، فكان متسببا في لعن والديه. ولذلك قال لعن الله من لعن والديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمجلس الثاني يكون غدا إن شاء الله تعالى بعد العصر.